في الأيام الأخيرة ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب ترند غير متوقع. بطله ليس فناناً مشهوراً ولا لاعب كرة، بل حيوان صغير اسمه غرير العسل. هذا الكائن العجيب أصبح فجأة نجماً تتناقل صوره وفيديوهاته آلاف الصفحات. فما قصة هذا الحيوان ولماذا أثار كل هذا الجدل؟ غرير العسل أو الراتل حيوان صغير الحجم نسبياً، يعيش في إفريقيا وآسيا، ورغم مظهره الهادئ يعتبر واحداً من أكثر الحيوانات جرأة وشراسة في العالم. يتميز بجلد سميك يصعب اختراقه، وعضة قوية، وقدرة مذهلة على مواجهة أخطر المخلوقات. بداية انتشار الترند كانت مع تداول مقاطع تظهر غرير العسل وهو يهاجم ثعابين سامة بلا خوف، ويواجه أسوداً تفوقه قوة وحجماً، بل ويتجرأ أحياناً على الاقتراب من الفيلة. هذه المشاهد الغريبة أثارت دهشة المغاربة، ودفعت الكثيرين إلى مشاركتها بشكل واسع على فيسبوك، تيك توك وإنستغرام. ومع الطبيعة الساخرة للمحتوى المغربي، تحول غرير العسل بسرعة إلى مادة فكاهية. ظهرت الميمات والتعليقات التي تشبه شجاعته بالروح المغربية التي لا تخاف شيئاً. البعض سخر من جرأته المبالغ فيها، والبعض الآخر استخدم صوره للتعبير عن مواقف يومية تحتاج إلى قوة وصبر، في قالب طريف يجعل المشاهد يضحك رغم جدية المشاهد الأصلية. الناس أحبوا غرير العسل لأنه يجمع بين عنصرين نادرين: الغرابة والبطولة. فهو صغير الحجم، لكن تصرفاته أكبر من حجمه بكثير. يهاجم الأفعى فيقضي عليها، يلدغ ثم يعود للوقوف كأن شيئاً لم يكن. هذا التناقض بين الحجم والشجاعة جعل المشاهدين يرونه رمزاً للقوة والتحدي. وهكذا أصبح غرير العسل حديث المغاربة في الأيام الأخيرة. حيوان صغير لكنه أثبت أن الجرأة قد تغير الصورة كاملة. فهل يستمر هذا الترند أم أنه مجرد موجة عابرة؟ الأكيد أن غرير العسل ترك بصمته، وربما سيظل حاضراً في ذاكرة السوشيال ميديا لفترة طويلة.